باقي حنوط جدي رسول الله. تتذكرون على أن الرسول قسم الحنوط الذي من الجنة 4 أقسام، قسم له وقسم لعلي وقسم لفاطمة وقسم للحسن، واستثنى الحسين. يقولون انكسرت العبرة في صدر الحسين في ذلك اليوم عند التقسيم. قال جدا لقد أعطيتهم كلهم أقساما وأنا أين قسمي؟ قال حنوطك ولدي من تراب كربلاء. يقولون هنا تذكر الحسين ذلك الموقف عندما حنط الحسين أخاه الحسن، أخذ يبكي، لسان الحال ينادي لماذا تبكي يا أبا عبد الله؟ قال لأن هذا آخر حنوط يحنط به الحسن، وأما حنوطي من تراب كربلاء. عظم الله لكم الأجر. فلما أن اكتمل من تغسيل أخي نادى على المحبين أن ارفعوا الجنازة، نادى على أخوته. تصور له لا؟ فجاء الإخوة ورفعوا الجنازة على الأعناق، أرادوا أن يخرجوا بها من الدار، وإذا بالصرخة من زينب أخي حسين. شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباع، وعرج بتابوت على مكسورة الأضلاع، وحط على الروضة وخلنا نجدد وداع. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين. ريض يا ابو سكنة بنعش حلو الجهامة، ونشرع لتابوت المشكر هالعمى، وسفر الجفن عن ضرته تودع اليتامى. ودعتك الله يا حسن هالسفر لا وين. ابو علي عرج على قبر البتولة بنعش بنها، وقبره يا خويا لا تحفره بعيد عنه، دفنه بكترها وبلجتي هوين حزنها. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين. ظل الشهيد حسين عبراته يهلها، يشوف الوديعة وقلبه يتصدع لجله، وصاح اطرحوا جنازة عضيدي عند اهلها. حطوا النعش وتصارخت ذيك النساوي. انت بعد ابن فايز ماذا تقول عندما رفعت الجنازة على أكتاف الرجال؟ قال خرج زينب وراء النعش وهي تنادي نعش الحسن ريضوب، نعش الحسن ريضوب. يا شايلين جنازته نعش الحسن وويلاه. يا شايلين جنازته خلوه لا تشيلون، خلوه لا تشيلون، بتودع المحزون، بتودع المحزون من قبل ما تشيلوا. يا شايلين جنازته نعش الحسن. عظم الله لكم الأجر. حتى رفعت الجنازة وجيء بها إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجددوا بها عهدا هناك. وإذا بتلك العدوة ومعها من معها من القوم إني أحرج عليكم أن تدفنوا الحسن في داري.
فقال الحسين لها: والله ما جئنا من أجل أن ندفنه، وإنما جئت لكي أجدد به عهدا عند قبر جدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن رفعت الجنازة وإذا بالسهام ترشقها. أريدك تتصور يا حاج، يا معتمر، يا زاير، تشوف قبر النبي، تتذكر قبل النبي، من قبر النبي إلى قبر الحسن هالمسافة إلى البقيع. الجنازة رفعت وأخرجت من المسجد والسهام ترشقها. 70 نبلة، ما هذا الظلم وهذا الجور، إلى أن وصلوا بها إلى ملحودتها. وضعوا الجنازة على شفير القاب، فقام الحسين أخذ ينزع السهام من جثمان الحسن وهو ينادي: المعذرة إلى الله وإليك يا أبا محمد، حتى أنزل الجنازة في ملحودتها وأهالوا عليها التراب. التفت إلى إخوته وإلى بني هاشم: انصرفوا عني، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. وداع، لحظة وداع، لحظة فراق. فانكب الحسين حاضنا قبر أخاه، انكب الحسين حاضنا قبر أخيه الحسن وهو ينادي: أخي أبا محمد، أأدهن راسي أم تطيب مجالسي